والفوز دليلي، برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. فن واضح في الملاعب، سحر كروي في كل لاعب. فن واضح في الملاعب، سحر كروي في كل لاعب. بالجوال بمحي المتاعب، بالجوال بمحي المتاعب، وجماهيري بتناديلي. برازيلي والفوز دليلي، برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان بمصر والوطن العربي والعالم، وبرنامجنا الإسماعيلي في 100 عام والاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي. معانا إن شاء الله النهاردة نجم عظيم من نجوم الزمن الجميل والجيل الذهبي للنادي الإسماعيلي، وبطولة أفريقيا والدوري العام وكل بطولات النادي الإسماعيلي اللي شرفت مصر كلها، النجم الكبير النجم مصطفى درويش. اهلا بك يا كابتن، شرفنا معاك الاعلامي ايمن عبد العظيم وبرنامجنا الاسماعيلي في 100 عام. انت منورنا النهارده وعاوزين نبدا على طول نبدا الحكايه مع نجم من نجوم الزمن الجميل. لكل مشاهدينا وكل الاجيال القادمه لازم يعرفوا ان التاريخ معانا، التاريخ حاضر النهارده معانا، ولقاء مميز جدا، يعني لقاء تاريخي. اهلا بك يا كابتن. اهلا ايمن، وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك ومناسبه حلوه ان انت بتستعرض تاريخ الاسماعيلي. اكيد حق علينا. تاريخ الاسماعيلي تاريخ كبير، انجازات كبيره، ولاعيبه موهوبه كتير، من ايام رضا وشحته والعربي وامير وميمي درويش والسقا، جيل جميل عظيم. احنا طبعا الصف اللي بعد العمالقه دول اللي جبنا الدوري سنه 67، ولعبنا صالح مجهود الحربي، ولعبنا كاس افريقيا. وطبعا انا في بدايه الكلام، يعني بدايتك يا كابتن، عاوزين نعرف انت بدايتك البدايه كلاعب كنت انا اكتشافك امتى؟ بدايه انا كنت في نادي البلديه. تمام. وكان معايا كابتن امين ابراهيم ومعايا كابتن حوده. تمام. وكان اغلبيه الاسماعيلي كان بيلعبوا في البلديه. تمام. المهم انتقلت سنه 64 للاسماعيلي، واول بطوله شاركت فيها بتاعت 67. تمام. بطوله عظيمه. 66 67 بطوله عظيمه. كابتن رضا الله يرحمه توفى 65. الله يرحمه. مع سكينات الدراويش هتقدر تغير شكل موبايلك براحتك. هتحمي الموبايل بتاعك من الخدوش والأتربة وهتخلي شكله مختلف. عندنا في محلات المالح أكثر من 200 شكل، علشان ما تحترش لو موبايلك ملهوش جراب السكين هتحافظ عليه. اشتري من المكان المضمون الأفضل في خدمة ما بعد البيع. ولو انت محل تقدر تسأل على أسعار الجملة في محلات أحمد المالح. عندنا تقدر تدفع كاش أو فيزا، وهتلاقي أي اكسسوارات لموبايلك عندنا. عنواننا الإسماعيلية، شارع داود حمدان وسعد زغلول في المحطة الجديدة. الإسماعيلية سارابيو الشارع الرئيسي. الإسماعيلية عين الحسين المحطة. الله يرحمه. فرحنا عند الطرب ووعدناه ان احنا هناخد الدوري يا رضا، ووعدناه، وكان ربنا فعلا مستجاب، وكان دوري شرس وفي انديه كانت جامده. وطبعا برضه يرجع برضه الفضل للمهندس عثمان احمد عثمان، مسك النادي. مهندس عثمان تاريخ عظيم، تاريخ عظيم، الناس كلها بتشكر فيها يا كابتن. لا ده حاجه جميله. المهندس عثمان احمد عثمان محب ده الاسماعيليه وولاده المهندس محمود وابراهيم واحمد، رجاله لحد دلوقتي بمعنى الكلمه، هم اللي وقفوا جنبنا دائما في الخير، وهم اللي امنوا مستقبلنا، وهم اللي رفعوا اسم الاسماعيلي وساعدونا ان احنا نعمل البطولات دي كلها. لعبنا في الدوري سنه 67 كان دوري شرس، ولغايه اخر ماتش كان مع الاهلي كسبناه 1-0 هنا بضربه جزاء لعلي ابو جريشه، وخدنا الدوري. كان الاسماعيليه دي فيها لما يكون 1000 ليله وليله ما شاء الله. تمشي في اي شارع اي حاره تلاقي فيه الضمه والسلك والسمسميه بيحتفلوا شغاله، وده عاوز يعزمك والبيت ده عاوز يعزمك والبيت ده عاوز يعزمك.
والمحل ده عاوز يعزمك. قعدنا يمكن حوالي 25 يوم 20 يوم. وطبعا قبل بقى ما يقوم الحرب سنه 67 5 يونيو 67 المعلم عثمان محمد عثمان اجتمع باللعيبه كلها اللي خدت الدوري. تمام. وقال لهم يا ولاد انا هقول لكم على حاجه، تاخدوا مكافاه الدوري ولا اعمل لكم عماره الدوري. يمكن الكلام ده عماره. الكلام ده انت اول مره تسمعه. ماشي. احنا جايين نسمع. اللعيبه طبعا اللي كان معايا اللي كانت في جيل انا اللي عاش ولا الله يرحمه عارفين الكلام دوت، ما حدش يعرف من الجمهور الكلام دوت او الاعلام يعرف الكلام ده. فطبعا لما المعلم عثمان قال لنا تاخدوا مكافآت او تاخدوا الدوري، تاخدوا عماره الدوري، قلنا عماره الدوري. فابتدى يعمل لنا 20 شقه وجاب الرسومات، والمهندسين بتوع المقاولين العرب ورونا الرسومات. كل واحد ليه شقه 150 متر، 20 شقه اللعيبه اللي اشتركت في كاس افريقيا في الدوري. فبعد ما المعلم عثمان اتفق معانا ان احنا عملنا عماره الدوري، والمهندسين بتوع المقاولين العرب وعدونا ان في ظرف 3 شهور العماره هتخلص. وخدوا موافقه المحافظ وموافقه رئيس الهيئه مشهور احمد مشهور. والمهم ايه الحرب قام، ما لحقناش طبعا ايه نستلم الحاجات دي. تمام. هاجرنا بقى كلنا هاجرنا طبعا المحافظات الكتيره. بعد حوالي 20 يوم كده المعلم عثمان محمد عثمان جمع الاسماعيلي في نادي الزمالك. قعدنا في نادي الزمالك حوالي شهرين نعمل فتره اعداد، لان احنا ابطال الدوري فاحنا هنمثل افريقيا. اكيد. والمعلم عثمان محمد عثمان اتفق مع المسؤولين في الدوله ان احنا نعمل جوله للدول العربيه لصالح المجهود الحربي. طبعا الجيش كان في نكسه وكان طبعا محتاج اي حد يساعده، فابتدينا احنا ده دور وطني بقى جديد يا كابتن. وقت الوطني المهم. مهم ما حدش عمل كده قبل كده جينا ولا بعدين مكان صح. وكانت ست ام كلثوم كانت بتعمل نفس العمل ده، كانت بتعمل جوله برضه لصالح المجهود الحربي. جوله فنيه. فقعدنا اول رحله طلعناها من الكويت ورحنا بدانا رحنا الامارات، وكان اول نادي مصري يخش الامارات. ولعبنا حوالي شهر ونص. سافرنا استقبلكم الشيخ زايد والملوك كلهم، الشيخ الصباحي وكل الملوك قابلونا. تمام. انا عندي الصور كلها موجوده هنا. هنستعرضها كلها. خد بالك. قعدنا شهر ونص، جمعنا عمله صعبه. تمام. والملوك طبعا ساعدونا يعني لدعم الجيش المصري. تمام. وخلصنا الرحله ديت جينا. وده هنختم اللقاء ده الجزء الاول مع الكابتن للقاء النادي الاسماعيلي، ولقائنا مع النجم العظيم مصطفى درويش اللي مشرفنا، وانت شرفتنا يا كابتن. ووعد جمهورنا الجزء الثاني معانا في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. وفي الختام كنت معكم الاعلامي ايمن عبد العظيم وبرنامج الاسماعيلي في 100 عام، والسلام عليكم ورحمه الله. برازيلي والفوز دليلي، برازيلي والفوز دليلي، بس مصري واسم اسماعيلي. برازيلي